السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا النهارده هعمل لكم مكرونة بالكبدة. ماشي، يا ريت يا ياسمين تسكتي عشان اعرف اكمل الفيديو. ياسمين مش مبطلة ضحك. هقول لكم ليه دلوقتي. لا، ما تحرقي لهمش، احنا نقول لهم في الاخر او نقول لهم في فيديو تاني ماشي. عشان هنا انا عماله افكر اعمل اكله ايه تكون يعني بسيطه كده وحلوه وفي نفس الوقت يكون فيها بروتين كده طبعا، عشان يعني جربوا. في ظل اللي ما فيش بروتينات وحاجات. فانا هنا لقيت في الفريزر عندي كيس كده فيه كبده، يعني حوالي ما يكملش ربع كيلو، حته صغيره. مش هنكرر الفيديو بتاع اللي فات، يعني لا احنا اه، هنعمل هي النهارده اكله دي حلوه قوي. اقل من ربع كيلو يعني. فانا قلت اعملها ازاي ففكرت ان انا اعمل لكم مكرونه بالكبده زي بتاعه المحلات واطعم. زي الطاجن كده. بس دي احلى بجد من بتاعه المحلات. فانا هنا كنت جبت بقى الكبده شوحتها في حبه زيت، وهنزل عليها بفلفل. ماشي، وهشوحها مع الفلفل، وهنزل عليها بكل التوابل اللي انتوا عاوزينها، ملح فلفل بقى كمون كزبره وفصين توم. وهشوحهم بقى كويس. وبعد كده هنزل عليهم ببصلتين حلوين بقى كده. بصلتين بقى حلوين كده وسط، مقطقطين. على حسب كمية بقى المكرونة. يعني لو انتوا هتعملوا كيس مكرونة فهي ايه كفاية بصلاية. هتعملوا كيلو فحطوا بصلتين عشان بس يعني ايه تطعم كله، البصل وعلى قد القوطة كمان اللي احنا هنحطها. البصل ده حبيبي اه طبعا، عشان هي بتحب الكبدة بالبصل يا جماعة. جدا. فهنا بقى ايه بشوح البصل مع الكبدة والفلفل والتوابل اللي انا حطيتها والثوم. هشوحهم بقى كويس، ومش هخليها طبعا تتحمر لان هي بس ايه هتتشوح بس. وبعد كده هنزل بقى عليها بالطماطم المضروبة في الخلاط دي. فانا طبعا بقى بكون عاملاها الصلصه. وحطاها اصلا في الفريزر، لا مش صلصة هي قوطة. فعشان تسهل عليا يعني الاكل وكده. فانا هنزل بقى عليها بكمية حوالي كيلو قوطة، او اقل من كيلو بشوية عشان المكرونة هي كيلو. ماشي، شايفين بقى شكل الكبدة عاملة ازاي؟ تحفة وريحتها تحفة. وادي كده الطماطم اهيت. هنحط شايفين بقى ما بقى. شاء الله حلوة ازاي؟ دي انا جيت اه كده جات من فحبيت الدرس. اوريكم يعني ان انا اه لازم تعمل بصمة، لازم بصمتها تبقى موجودة في الفيديو يا جماعة. من غير الفيديو اصلا، مش يعني من غيري مش هتلاقي لايكات واشتراكات. صح. ده انا اللي بزايد الاشتراكات. طب يا ريت بقى يا جماعة ما تكسفوهاش وخشوا اشتركوا واعملوا لايكات عشان خاطر ياسمين. لا، هنشوف. لا، ما هم ما حدش بيعمل لايكات، اللي بيخش بيتفرج وبيطلع. مش فاهمة ليه. طب ما اشتركوا يا جماعة واتفرجوا واعملوا لا، لايكات، يعني وبيعمل حسسوني ان أو انتوا بيعمل معايا. يعني هما بيعملوا فعلا ما شاء الله مشاهدة. طب خلاص بقى، لو لايك واشتراك كده احنا هنكسب وهما هيكسبوا برضه. ايوه، انتوا هتاخدوا خبرتنا في الاكل وهتبقوا ما واحنا شاء الله عليكم. هنكسبكم، يعني هنكسب احنا متابعين لينا في عيلتنا ونعمل عيلة كبيرة بيكوا. ونبقى عيلة بقى حلوة قوي. اه صح. فاميلي. ايوه، فاميلي. فاميلي. هو دي. نسيبنا الاكل يلا. ماشي، هنا بقى طبعا ايه كنت حطيت ملح، لكن ما حطيتش بقى ولا فلفل اسود ولا اي حاجه. انا حطيت ملح بس لان انا حاطه طبعا كل التوابل مع الكبده، عشان تدي بقى ريحه حلوه كده وهي بتتعمل وطعم حلو. فحطيتها بقى مع الكبده. فخلاص، فانا بقى هنا هسيبها لحد ما تتسبك. شايفين هنا بقى انا بوريكم الكبده كده، دي كانت خلاص يا جماعه راحت كده لصاحب نصيبها. الكبدايه ديت هي طبعا كانت اصلا مستويه بقى قبل ما احط القوطه. فما شاء الله دي بقى احلى مكرونه بالكبده، احلى مكرونه ممكن تاكلوها بجد. فجربوها وهتلاقوها احلى بكتير من بتاعه بره. هنا بقى انا كانت خلاص اتسبكت، فنزلت عليها بقى بالمكرونه اهيت. ده ما شاء الله كيسين مكرونه اللهم بارك. وبعدين بقى كده هنفضل نقلب في المكرونه مع الصلصه علشان تتشرب بقى كده الصوص الاحمر الجميل ده. شايفين اللون؟ يعني شايفين الطعم الحلو والريحه الجميله طب والكبده. هما شايفين الطعم حلو زي ما احنا لا، ما هما يحسوه معانا. يتخيلوا. اه يحسوه كده. حسوا كده، شايفين وهو بيتقلب كده؟ مش يعني مش بياخد قلبكم كده الشكل الحلو ده؟ طب جربوها كده وقولوا لي كده ايه رأيكم فيها. وشوفوا بقى كده في الطعم طعمها بجد كانت جوسي كده. وريحتها. وطعم الكبدة بقى مع التوابل يعني مودية المكرونة في حتة تانية. وكمان تغيير بقى، مش على طول بقى مكرونة بصلصة عادية والكلام من دوت، لا. زينا كده ما غير لكم النهارده في التقديم، فكل مره بقى برص لكم ما شاء الله كل الطبق بتاعه الاكل اللي انا بحطها. فانا بقى النهارده برضو انا حطيت كل الرصه دي، بس انا ما رضيتش ابينها في الفيديو
وحطيت لكم تغيير. المكرونه بس، يعني اللي هو ايه، خلاص بقى مش هفضل انزل لكم في السلطه والبطاطس المحمره والكلام من ده. فانا قلت انزل لكم المكرونه بس كده لوحديها وتشوفوا بقى كده. شوفوا وهي نازله بقى كده، يعني بسم الله تخطف ما شاء القلب الله يا ما جماعة شاء وهي الله. نازلة. شايفين بجد بتاخدوا بقى كده بالمعلقه كده، بتطلع بقى المكرونه مع الكبده بقى، يعني حاجه كده ما شاء الله اللهم بارك. والبصل بقى طبعا مش باين اصلا، شايفين بقى عامل ازاي؟ شايفين انا هنا عماله اظهر لكم في الكبده اهيت ما شاء الله. هي اصلا باينة بس هي بس يعني انا عايزه احطها كده على الوش كده عشان تشوفوها بقى، وشوفوا بقى شكل المكرونه. والطعم والريحة واللون وثبات يعني الكبدة مع المكرونة بالطعم. انا بحسبته السبانخ، فانا كنت اقول لك اللي جاب السبانخ كان ده. لا يا جماعة السبانخ في فيديو تاني. هنا بقى طبعا انا حطيت عليها حبه خضره، للي حابب يعني بقى يحط خضره يحط، مش حابين خلاص. بس هي اصلا ما كانتش محتاجه اي حاجه. وانا بقى عملت جنبها بطاطس محمره وسلطه ومخلل. يعني الحاجات الجانبيه دي بقى ايه يعني ترجع لكم انتوا. بس انا اديتكم بقى افكار، انا عماله والله بفكر وبديكم افكار، بفكر لنفسي وليكم انتوا كمان. يعني شايفين بقى هنا؟ ناس كتير قوي شايفين؟ بتغلب في حكاية الاكل بتاع كل ما انا يوم، بقى اهو انا يتفرجوا على ماما وكل يوم هيلاقوا اكل ان شاء الله. ان شاء الله شايفين بقى بإذن الله. الطعم؟ دوقوا بقى كده. ما هم يا تنسوا جمل، هم ما يا تنسوش جمل. بقى يا جماعة اللايك، ومع السلامة.